الزلزال اللي حضرتك حسيت بيه امبارح وفضلت تنزل بوستات كنوع من انواع الدعابه والهزار سبب في موت الاف الناس في سوريا وتركيا، ده غير ان هو بيهدد انه يهد مدينتك بالكامل بدون اي سابق انذار، يعني حتى انت مش هتعرف تهرب من بيتك. والفيديو ده وحش كيف يعني؟ هاي الاسود. طيب من الاول كده عشان نبقى فاهمين ما هو الزلزال. الزلزال هزات ارضيه متتابعه ومتتاليه بتحصل بسبب ان في طبقه من الصخور تحت الارض بتتحرك او بيحصل نشاط بركاني او صهاري تحت الارض. كلام جميل كلام جميل. طيب الزلزال اللي حضرتك حسيت بيه امبارح او اللي انت ما حسيتش بيه امبارح اللي هو كان في حدود الساعه 4 الفجر 3 ونص الفجر كان منبعه مش في مصر اساسا. ايه امال منبعه كان فين؟ هقول لك انا بقى الزلزال ده حصل فين. الزلزال ده حصل في تركيا. حصل في تركيا على بعد 10 كيلومترات من مدينه هناك اسمها كهرمان مرعش او مرعش. انا مش مهتم بالاكسنت خالص الصراحه. وزي ما حضرتك شايف كده واثر على سوريا والعراق ولبنان وقبرص وارمينيا ومصر، بس اثر علينا بدرجات مختلفه. يا لطيف. الله اكبر. الله اكبر. هود اكثر من الثعباني. الله اكبر. زلزال عنيف ضرب مدينة الدانا ومناطق شمال غرب سوريا. هبوط أكثر من 3 بنايات عالقين تحت الأنقاض. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عندنا في مصر ممكن تكون ضغط او الكرسي تهز بيه 5 ولا 10 ثواني، لكن الموضوع في تركيا وسوريا كان مختلف تماما. الزلزال قعد لمدة دقيقة كاملة، وده سبب انه يهدم اكتر من 2800 مبنى في تركيا واكتر من 1500 قتيل واكتر من 9700 جريح في حالات خطيره، يعني في منهم بين الحياه والموت، غير المفقودين تحت المباني اللي وقعت اساسا. اما بقى الزلزال بالنسبه لسوريا وصل اعداد الموتى فيه 900 شخص واكتر من 1300 جريح، ده غير اكتر من 2000 شخص مفقود تحت الانقاض. ايه بدات تخاف وتحس فعلا ان الموضوع مفيش مجال للضحك فيه اساسا؟ طيب انت ممكن ما تكونش مقتنع برضه، فخلينا اديك التقيله بقى الاكتر. المركز الالماني للابحاث والعلوم الارضيه قالك بسبب الهزات الارضيه دي احتمال كبير قوي يتبعها تسونامي، وما ادراك ما هو التسونامي، وبالذات هيبقى على المدن الساحليه زي اسكندريه والخ بقى. طيب هو موضوع التسونامي ده في حد اتكلم عليه قبل كده؟ انت ممكن تكون بتقول ايه العبط اللي بيحصل ده؟ التسونامي ايه اللي يحصل عندنا مثلا في اسكندريه مثلا؟ هقول لك في حد اتكلم عليه وممكن ما يكونش طالع ترند عادي جدا، عشان اللي بيطلع ترند عندنا حاجات غريبه جدا. في مؤتمر المناخ مش اللي فات لا اللي قبله، رئيس وزاره بريطانيا بوريس جونسون طلع قال لك 4 درجات في 3 مدن هتنتهي عامه من الوجود، زي اسكندريه وميامي، مش المنطقه اللي عندنا في اسكندريه لا ميامي عامه الامريكي عامه بشكل عام، وقال لك شنغهاي. حلو الكلام. هل حد سمع الكلام ده؟ اقول لك لا مفيش حد سمع الكلام ده نهائي. طيب ال3 مدن دول هينتهوا ليه؟ هقول لك انا هينتهوا. طيب الكلام ده بسبب هل الراجل ده بيقول اي كلام يعني وكده يعني؟ هقول لك لا خالص، ده بسبب ان التلج اللي في جرينلاند وانتاركتيكا بقى بيذوب بطريقه مش طبيعيه وبيذوب بطريقه بسرعه جدا. طب بسبب ايه؟ بسبب الاحتباس الحراري اللي بيعمله الانسان، زي قطع الاشجار اللي في الغابات واستخدام البنزين والخ بقى من حاجات. وخبراء كتير قوي من مصر وبره مصر طلعوا قالوا فعلا ان اسكندريه ممكن ما تبقاش موجوده اساسا، وده بسبب ان اسكندريه القديمه نصها تحت البحر، وللاسف اسكندريه الجديده هتبقى نفس الكلام، وده كلام بيحذر منه علماء كتير قوي. وانت لو اسكندراني اكيد بتلاحظ ان البحر كل شويه بيقرب والرمله بتقل، والتشقق اللي حضرتك شايفه ده بسبب زياده منسوب الميه في البحر، فبالتالي اكلت جزء كبير قوي من الشاطئ الرملي، فادى لحدوث اللي انت شايفه ده. وطبعا الزلزال ساعد ان التشقق او التصدع ده يزيد، واحنا لازم ناخد احتياطاتنا اللازمه، عشان احنا لو ما خدناهاش احنا هنغرق فعليا. والاحتياطات دي زي الحوائط البحريه والمعاقات البحريه، زي الصخر اللي محطوط على البحر كده اللي حضرتك بتقعد عليه، يعني لو انت اسكندراني او حاجه زي كده. وزي ما حضرتك شايف دلوقتي كده قدامك دلوقتي، التشققات اللي حصلت دي حصلت بعد الزلزال بكام ساعه. ده عامه يا جماعه ده اللي انا قريته وده اللي انا فهمته، انا مش خبير ولا اي حاجه والله العظيم، انا دخلت بس دورت في الموضوع عشان انا حسيت بجد يا جماعه الموضوع صعب والموضوع كبير جدا. وفي النهايه انا عارف ان انت مش في ايدك حاجه ولا انا في ايدي اي حاجه غير الدعاء بس مش اكتر. وانا مش قصدي ان انا اخوفك، بس انا عايز افهمك بس ان الموضوع مش سهل مش اكتر. انا عارف لا انت ولا انا في ايدينا اي حاجه غير الدعاء بس. راجع نفسك وشوف انت قريب من ربك ولا لا، وهل هتقدر تقابله ولا لا. الموت بيجي في ثانيه واحنا كلنا ذنوب. يا عالم ايه اللي هيحصل قدام؟ ده كان في واحد عايش عادي جدا، مره واحده لقى البيت بيقع بيه وخلاص انتهى، والمفروض هو هيقابل رب. هل هو مستعد لحاجه زي كده؟ الله اعلم. ما تستقلش باي ظاهره طبيعيه بتحصل، دي ممكن تمحينا في ثانيه الا ثانيه، والله اعلم ممكن يكون غضب من ربنا او انذار كده بيقول لنا خلي بالكم، واحنا لازم نخلي بالنا عشان احنا بعاد قوي يا جماعه. وكان معكم يوسف الملسوعتي مع اول فيديو من سلسله كيف يعني، ويلا سلام.